جارتي امبارح خبطت عليا وقالت لي: ايه سر المحشي بتاعك اللي ريحته بتبقى قلب العمارة كلها دي؟ قلت لها: تعالي معايا يا ست الكل وانا اقولك الطريقة. بجيب الخضرة والرز والصلصة بتاعتي. الصلصة بتاعتي ما بعملش فيها اي حاجة غير ان انا احط البصل على النار في معلقتين سمنة وزيت واحط عليها الصلصة والطماطم. واجي بقى للتكات بقى المهمة بتاعتي. اول حاجة بجيب بولة كبيرة واحط فيها الرز وعليه كمان الصلصة. بس قبل ما اقلبهم بجيب طبقين، كل طبق فيه نفس التوابل اللي في الطبق التاني زي ما انت شايفين كده اهو. بجيب بقى بصلايه كبيره كده اقوم مخرطاها وحط عليها التوابل بتاعتي دي، اللي هي عباره عن فلفل اسمر وكمون وكزبره وملح وشطه ومرق الدجاج. ونفس التوابل دي بحطها على الصلصه. البصله دي بتديها طعم وريحه وجمال كده، وكمان بتخلي المحشي نفسه مسكر، وريحة التوابل بتاعته بتبقى محتفظة بيها لغاية ما وانت بتاكليه. وبألف هنا وشفا، وهو ده سر المحشي بتاعي.